بصراحة كده يا بسمة امسي لما حد يقولك ان ولادك نسخة من باباهم وان ما فيش اي شبه منك، ولا عادي روحك رياضية؟ لا طبعا يعني لا ما بزعلش، بس يعني نفسي حد يبقى شبهي. حد اكيد بس لا. الليلة دي هتكشف لكم بسمة بوسيل أسرار لأول مرة عن حياتها مع النجم تامر حسني في ظهور جديد للفنانة المغربية بسمة بوسيل في برنامج في البوكس. اتكلمت بعفوية وصراحة عن حاجات محدش يعرفها عن تامر حسني، ولما اتسألت قولي لنا سر عن تامر محدش يعرفه، ردت بسمة وهي بتضحك وقالت تيمو ما ينفعش اقول عليه حاجه. مش هكشف لكم الاسرار. تامر بحس انه هو الناس تعرفه كويس جدا، يعني هو قريب قوي من الناس برضه. تامر بجد في اكتر حد شفته في حياتي بيميكس الاكل، يعني ممكن ياكل لحمه مع فراخ مع معرفش ايه لو تامر أكتر واحد بيعمل خلطات غريبة في الأكل، ممكن ياكل لحمة وفراخ في نفس اللحظة، وأي أكل يلاقيه يحطه على بعضه. وكمان اعترفت إنه ما بيعرفش يطبخ خالص وأكله وحش جدا. مش بس كده، بسمة كشفت جانب تاني من شخصية تامر، وقالت إنه بيكره البحر والمية والشمس، ونادر جدا لما ينزل البحر حتى وهو في الساحل. أما عن صداقاتها فقالت إن الشام الذهبي بنت النجمة أصالة تعتبرها زي أختها، وكمان أشادت بالفنانة هنا الزاهد وقالت إنها إنسانة طيبة جدا. الكلام ده عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والجمهور حب عفوية بسمة وبساطتها في الكلام عن حياتها اليومية مع تامر حسني. ولغاية هنا انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتعمل إعجاب للفيديو والشير مع أصحابك، واكتب لنا رأيك في التعليقات.